في ظل حدث جلل ومهم، وهو وفاة اللاعب محمد شوقي لاعب كفر الشيخ. بتطل علينا تصريحات صادمة، تصريحات مقيتة مقززة من الكابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على خلفية أن الكابتن حسام حسن في ماتش بوتسوانا بالأمس أشرك مصطفى شوبير أساسيا في تشكيل منتخب مصر على حساب محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، وكان في كمان المهدي سليمان، بس احنا ما نجيبش سيره المهدي سليمان عشان لازم نقلب القصه اهلي وزمالك. مبدئيا وجهه النظر الفنيه بتاعه انه كان الافضل او كان يستحسن او المفروض كان يفترض ان محمد عواد يحرس مرمى منتخب مصر بدلا من مصطفى شوبير، دي وجهة نظر فنية أو وجهات نظر فنية تحتمل الصواب والخطأ، ومفيش أي مشكلة إن أنا أو حضرتك أو أي حد كائنا من كان يطلع يقول إنه كان من الأفضل إنه محمد عواد يكون هو حارس مرمى منتخب مصر الأساسي في هذا اللقاء، عشان 1 2 3 4 ويأسس لكلامه بشكل منطقي وشكل فني. وما بالك بقى لما الكلام يجي من واحد من أهم من جلسوا على مقعد مدرب حراس مرمى منتخب مصر في فترة ذهبية تاريخية بشهادة القاصي والداني، هو كابتن أحمد سليمان. فلما يقول إنه المفروض في ترتيب في المنتخب، ففي نمرة 1 نمرة 2 نمرة 3، فالمفروض نمرة 2 هو اللي يحرس مرمى المنتخب. فلما يقول إنه مثلا عواد الفترة اللي فاتت هو اللي بيشارك ورجليه في الملعب، دي كلها أسانيد وبراهين فنية منطقية مفيش أي حد يقدر يختلف مع الكابتن أحمد فيها، وإن اختلف هيحترم هذه وجهة النظر. ده كله اختلاف في وجهات النظر الفنية، محدش يقدر يغلط الكابتن أحمد سليمان ولا غيره، لأن في ناس كتيرة جدا قالت كده وهي محقة. وأيضا الكابتن حسام حسن محق، لأن هو اللي شايف الأفضل من وجهة نظره الفنية، زي ما كان كابتن حسن شحاتة والكابتن أحمد سليمان ليهم بعض وجهات النظر الفنية لما كانوا ماسكين منتخب مصر. أبرزها مثلا إن هو مشى أحمد حسام ميدو، وما أدراك ما أحمد حسام ميدو في هذا التوقيت ده جه من الاحتراف مخصوص يلعب مع الزمالك عشان يروح مع منتخب مصر كأس 2010، واستبعدوا الكابتن حسن ولعب جده. وإيه اللي حصل بعد كده مع جده كلنا فاكرين وعارفين وحافظين. فده كله يندرج تحت وجهات النظر الفنيه، ما كانش حد يقدر يغلط الكابتن احمد سليمان فيها ولا يقول له تلت التلاته كام. لكن انك تركب على الموضوع ده وتحوله لخناقه مقيته مليانه تعصب ما بين الاهلي والزمالك، وتختمها بدعوه مريضه غريبه بان انت هتحرم وهتدعو نادي الزمالك بشكل رسمي انه يمنع لاعيبته ان هي تروح منتخب مصر، دي تصريحات هزليه لا يجب ان تصدر من مسؤول يحسب على نادي الزمالك. طبعا احنا ما بنبقاش عارفين الكابتن احمد لما بيطلع هو طلع بصفته مسؤول ولا طلع بصفته نجم كوره ولا بيتكلم باسم النادي ولا لا، بس طبيعه الحال لما هيكلم كابتن احمد سليمان طبيعي هيتم اخذ كلامه على انه ذو منصب وحيثيه رسميه داخل نادي الزمالك، عضو مجلس اداره. فأنت لو عايز تعبر عن وجهة نظرك في 100,000 طريقة أكثر منطقية وتهذيبا عن شرح وجهة نظر فنية كانت ممكن تقال بيها. إحنا ما صدقنا خلصنا من ممارسات مقيتة تدعو إلى التعصب من مديرين كورة ومن رؤساء أندية سابقين، وخلصنا وما بقاش الوضع مستحمل تأجج أكتر من كده. ما نعيدش بقى الكلام ده تاني، وأنت أكتر واحد يا كابتن أحمد اتأذيت من القصة دي، ان لما حد يختلف معاك يحط من قدرك ويوصفك بما ليس فيك ويقعد يقول كلام صعب ياخدنا في مناطق غير اخلاقيه تدعو الى التعصب. ليه نستدعي الاساليب دي والممارسات دي والمفردات دي مره تانية؟ فلو عايز تقول ان كان عواد الاحق 100,000 طريقه وسند هتكون محق فيه 1,000,000%، سند فني تاسس فيه وتبرهن فيه على كلامك ان من وجهه نظرك الفنيه كان عواد هو الاحق. ده عواد نفسه صاحب الموضوع لم يحرك ساكنا، بالعكس الراجل كان في منتهى الاحترام وسخن. طبعا سيبكم من الافتراءات بقى الكاذبه والكلام الفكري اللي بيتردد، وللاسف بيتردد على شاشات قنوات فئويه تخص انديه الناس
مش بيتاكدوا من اي حاجه ولا بيعرفوا اي حاجه وبيطخوا اي كلام، يقول لك اصل عواد ما نزلش وانت المفروض تحترم، ويقعد يدي محاضره لعواد، وهو عواد اصلا كان بيسخن هو المهدي سليمان. نحترم كمان المهدي سليمان لان ده حارس مرمى واساسي وبيلعب وكسبان اول جولتين مع يعني الراجل مكسر الدنيا برضه، فنحترمه. هو الراجل ده مش جاي كمالة عدد، ما هو في ممكن في وقت من الاوقات فجاه تلاقيه هو اللي ماسك حراس مرمى منتخب مصر. فدي نمره واحد. نمره اتنين، ايه بقى علاقه، هي دي اللقطه اللي احنا جبناها لحضراتكم امبارح بشكل حصري بعد ما كل الناس قعدت تقول لك الحق ده منزول سخنه مع مصطفى، والحق ده خصم مصطفى، والحق ده قمطوا على مصطفى واتقمصوا منه، والاثنين موجودين طبعا زعلانين كاي لعيب في الدنيا عنده دم ولعيب منتخب هيبقى نفسه يبقى حارس مرمى اساسي، بس الزعل بطلعه في الملعب بشكل محترم، بغل في التدريبات بمستوى جيد، لكن ما بعملش تصرفات خارج السياق. ودي الحاجه اللي احنا اشرنا بيها امبارح بالمهدي سليمان ومحمد عواد. الحاجه الثانيه، ايه علاقه مصطفى شوبير بالقصه؟ يعني كون ان يا كابتن احمد انت عندك مشاكل مع كابتن احمد شوبير، ده مش مكانها مصطفى، ولا مصطفى ليه علاقه بيها. مصطفى واحد من اجمد اللعيبه اللي موجوده في مصر دلوقتي وبنفتخر بيه كلنا. تصريحات احمد سليمان عضو مجلس اداره الزمالك استفزت لدرجه انها يعني مستفزه لدرجه انها استفزت واحد من اكبر الاعلاميين الزملكاويه على الساحه، ابراهيم عبد الجواد، ويتكلم ان مستوى مصطفى شوبير وفنيات حراسه المرمى بالنسبه لمصطفى شوبير ده شيء في الملعب، لكن ان انت توصله خناقه وعايز توصل ان تصفيه حسابات مع الكابتن احمد شوبير ده مش هينفع. وكان الكلام على يعني ان الكابتن سيد عبد الحفيظ رد عليه قال له ده حارس مرشح لاحسن حارس في افريقيا وكمان افضل لاعب في افريقيا. علشان كده انت بتتكلم ازاي؟ انت بتتكلم على لاعب او حارس لعب بالصدفه. هو محمد عبواد ده لعب 3 مباريات بس ولعبهم بالصدفه، لكن انت بتتكلم ان انت النهارده مصطفى شوبير، لمحه مصطفى شوبير احسن وافضل من عواد وافضل من المهدي سليمان بالنسبه لحراسه المرمى. وبقول لابراهيم عبد الجواد لا، مصطفى شوبير احق من عواد واحق مليون مره. وطريقتك في الكلام ورميك في الكلام على سيد عبد الحفيظ مش حلو، لان سيد عبد الحفيظ خلي بالك بيوجع بالكلام ووجعك قبل كده. فخلي بالك من كلامك شوية لما تيجي تتكلم. انت كلامك ماشي على احمد سليمان، لكن تتكلم على سيد وتتكلم بقى على النادي الاهلي ده مش هينفع، لان سيد مش هيرحمك وانت عارف